الثقافية لابد أن تتجه إلى هذا المفهوم وتعيد خلقه من جديد. 2. الثورة الثقافية لابد أن تتجه إلى الإنسان الليبي وتقول له أن الأشياء ما تحدثش في الخارج، الأشياء تحدث في الداخل. أنا لما يكون عندي شجرة مهما نجي نكرها من فوق الشجرة ما تكبرش، الشجرة تكبر من داخلها، الأشياء تنمو من الداخل، مواقف عقلية. الثورة الثقافية لابد أن تتجه لهذا الإنسان وتقول له أن السعادة اللي أنت تبحث عنها مش عند واحد داير مخزن للسعادة ساعة على حلب، السعادة موجودة في داخلك وعليك أن تجدها. الثورة الثقافية لازم تتجه للإنسان الليبي وتقول له رأى العالم مش مخلوق على هواك أنت بالذات، أنت شنو تبي؟ العالم له قوانينه، إذا أنت اكتشفت هذه القوانين وعرفت اكتشافها ستعيش. إذا أنت فشلت في اكتشاف هذه القوانين أو فشلت في أن تكيف نفسك معها ستنتهي، وستنتهي حتما، وما فيش قوة في الكون الدولة الأخرى ستهتم بإنقاذك، لأن الكون مش مخلوق للليبيين، الكون مش مخلوق للعرب، الكون مخلوق للحياة، وعلى الإنسان العاقل الموجود في ليبيا والموجود في المنطقة العربية أن يكتشف هذه الحقيقة ويكتشف ما تريد الحياة ويعطي للحياة ما تريدها إذا أراد أن يعيش.